اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. السلام عليكم، عاملين ايه يا ابطال الرحله؟ وحشتوني جدا. النهارده هنتكلم عن الهاندلنج فايلز، هنتكلم عن الملفات وازاي نقرا منها وازاي نكتب وازاي نعدل ونتعامل ازاي مع كل الملفات. وتعالى الاول اقول لك ان الهاندلنج فايلز دي طريقه بنستخدمها عشان نتعامل مع الملفات اللي في البرنامج بتاعنا. والملفات هي عباره عن المخزن بتاعي اللي فيه البيانات بتاعتي، اذا كان الملفات دي نصيه او باينري ثنائيه. الملفات النصيه شبه التي اكس تي والسي اس في والجيسون. الملفات الثنائيه الباينري شبه الملفات الصوتيه او الفيديو، شبه البي ان جي والجي بي جي والام بي 3 والام بي 4 وكل انواع الامتدادات دي. طيب احنا هنتعلم ايه في الهاندلنج فايلز؟ هنتعلم ازاي نقرا ونكتب ونضيف ونعدل من ملفات الجيسون والسي اس في والتي اكس تي. وهنبدا بملفات التي اكس تي. عندنا 3 خطوات رئيسيه للتعامل مع الملفات. اول حاجه open the file. اول حاجه انا لازم افتح الملف بتاعي اللي هبتدي ان انا اكتب فيه او اقرا منه او ان انا اعدل فيه. تاني حاجه ان انا اكتب او اقرا. وتالت حاجه ان انا close the file. دول الثلاث خطوات الرئيسيه للتعامل مع اي ملف. طيب تعالى اول حاجه كده نبتدي ان احنا نعرف ازاي نفتح ملف. اول حاجه هبتدي ان انا اعمل متغير هسميه my file، واول فانكشن عندي هي open، دي اللي بتفتح الملفات اللي عندي. ببتدي ان انا بعمل سنجل او دبل كوتيشن وبكتب اسم الملف. طيب ممكن نعمل ملف نسميه test.txt. لو سبت كده الاوبن من غير ما تحدد المود اللي انت عايزه، لان احنا عندنا اكتر من مود، في الار وفي الدبليو وفي الاي، هنعدي على كل واحد في دول بس لما يجي وقته. انت لو سبت كده فالديفولت بتاعته هيكون الار مود، مود القراءه. طيب الملف اصلا تعالى كده نبص هنا، الملف هنا اصلا مش موجود. وعايزك تاخد معلومه عن الار مود ان هو مش بينشئ الملف بتاعك. يعني تعالى كده لو عملنا run، هنا جايب لك ايرور عشان احنا مش عاملين، هو بيقول لك هنا الفايل not found error، ان الملف بتاعك مش موجود، التست.txt مش موجود. فتعالى هنا هنعمل فايل جديد هنسميه test.txt. تعالى نكتب فيه مثلا اي حاجة، هقول hi there، بس هنعمل كنترول اس عشان يعمل سيف ونرجع للملف بتاعنا. وتعالى نقرأ الملف ده. طيب انا بعد ما فتحت الملف بتاعي عن طريق open، عايزين دلوقتي نقرأه. طيب هقرأه ازاي؟ هعمل variable هسميه content، وهقول له خش لي على الماي فايل دوت، عندك جوه حاجة اسمها read. طيب عشان اقرأ بقى الكونتنت ده بعمل print بعديها الكونتنت، او اقدر ان انا ما اعملش اصلا المتغير اللي اسمه content خالص واحط my file dot read جوه البرنت اللي يريحك. اول ما جيت عملت ران جايب لي هنا هاي ذير، فكده هو قرأ الملف بتاعي. خد بقى المعلومة دي عشان مهمة جدا. انت لازم لما تفتح تعمل اوبن لاي فايل لازم ان انت تروح تقفل الملف ده، ما ينفعش تفتح ملف من غير ما تقفله. طيب هقفل الملف ازاي؟ بكل بساطة هتقول له الملف بتاعك دوت كلوز، كده انت فتحت الملف بتاعك وقفلته تاني. وزي ما قلنا احنا كان عندنا 3 خطوات رئيسية. الاولى ان انا ابتدي افتح الملف، التانية ان انا اقرأ او اعدل او اكتب في الملف بتاعي، وتالت حاجة ان انا ابتدي اقفل الملف بدوت كلوز. كده احنا خدنا معلومتين عن الار مود، الريد مود، مود القراءة. اول حاجة هو مش بينشئ الملف لو مش موجود if not exist، وتاني حاجة ان هو مش بيقدر يكتب، هو بس بيقرأ الملف بتاعي. تعال نجرب مود كمان وهو ال W مود او الرايت مود. اول حاجة هعمل المتغير بتاعي هسميه فايل، بعد كده هقول له ان انا عايزك تفتح ملف عن طريق open. طيب هسمي الملف بتاعي data.txt. طيب بعد كده هطلع بره السنجل كوتيشن وهعمل كوما وهقول له مود الكتابة ال W. حلو. طيب من غير ما اعمل اي حاجه، تعالى بص هنا مش هتلاقي غير الملف التست.txt. تعالى كده اول ما اعمل run هيبتدي على طول يعمل لي الفايل اللي اسمه data.txt. جميل. فالفرق بين الار مود والدبليو مود ان الار مود مش بينشئ الملف ومش بيقدر ان هو يكتب، انما الدبليو مود يقدر ان هو الملف لو مش موجود هيقدر ان هو ينشئه. طيب ازاي اكتب في الدبليو مود؟ ببتدي ان انا هعمل متغير هسميه content مثلا، بعد كده هقول له عندك ملف اسمه فايل. جميل. بعد كده هقول له عندك function اسمها write، وهبتدي اكتب الجملة اللي انا عايزها. ممكن اقول مثلا hello world. كويس جدا. تعالوا نشغل نعمل run.
طبعا هنا ما جابليش اي حاجه في التيرمينال، ده كده معناه ان مفيش اي ايرور. فتعالوا نخش الملف بتاعنا، فهنلاقيه كاتب لي هلو وورلد. طيب قبل ما اقول لك ازاي نقرا بقى من يعني انا دلوقتي كتبت جمله في الملف اللي اسمه data.txt عن طريق ال wmode. دلوقتي انا في نفس الكود هنا عايز اقرا الملف ده. تعالى قبل ما اقول لك ازاي نقراه واقول لك على طريقه او الطريقه الصح اللي نفتح بيها الملف، وهتخلي ان الملف بتاعي، طبعا احنا نسينا هنا ان احنا نعمل file.close. تعالى بقول لك الطريقه الصح اللي تخلينا ان احنا نفتح بيها ملف، والملف ده بيتقفل اوتوماتيك اول ما انا اخلص الشغل بتاعي. طيب الطريقه هي ان انا بكتب كلمه with، بعديها بعمل open، بكتب كلمه open وافتح الملف بتاعي اللي هو كان data.txt، واقول له هنا مود الكتابه، وبطلع بعد كده بقول له as، بعد كده بعمل متغير as file. مثلا انا بقول له عايزك تفتح لي الملف ده بمتغير اسمه فايل او عن طريق متغير اسمه فايل. وبعد ما اكتب اسم المتغير بعمل الكولون، وطبعا الاندنتيشن انتوا بقيتوا مخضرمين في الموضوع ده. طيب هنا مع with انا مش بعمل كلوز للملف بتاعي، لان هو بيقفل لي الملف اول ما انا اخلص فيه شغل اوتوماتيك. طيب ازاي بقى اقرا او ان انا اكتب نفس اللي احنا لسه عاملينه بالظبط؟ هعمل متغير هسميه content، واقول له عندك المتغير اللي اسمه فايل اللي انا جواه فاتح الملف اللي اسمه data.txt، وبقول له .write. تعالوا نكتب جمله غير اللي كنا كاتبينها المره اللي فاتت. ممكن اقول هاي مثلا وبس كده. تعالوا نشغل الكود بتاعنا، ما حصليش اي ايرور. تعالوا نخش هنا، هيبتدي ان هو كتب لي كلمه هاي، بس لو تاخد بالك مسح الجمله اللي فاتت، ودي معلومه جديده تاخدها عن الدبليو مود، ان هو لما تكتب جمله جديده او تعمل فانكشن رايت وتكتب حاجه جديده، هو بيمسح المحتوى السابق اللي في الملف. يبقى كده احنا الرايت مود عرفنا عنه ان هو بينشئ الملف لو هو مش موجود، مش بيقدر ان هو يقرأ، وبيمسح المحتوى السابق في الملف. طيب ازاي اقرأ بقى كلمة هاي دي من الملف؟ هننزل وهعمل with، بعد كده هقول له عايزك تفتح لي الملف اللي هو هيكون ال data.txt، وهعمل الكومة بتاعتي وهقول له في مود القراءة، وهقول له مثلا هنا as اي حاجة، مثلا اقول له my file. طبعا لو كتبت فايل مش هيبقى فيه اي مشكلة، لان دي حاجة الفاريبل اللي اسمه فايل فوق هنا بعيد عن الفايل اللي هنا، بس عشان ما تتلخبطش هسميه مثلا اي اسم تاني، هسميه مثلا info، وهعمل الكولون وهنزل بالاندنتيشن بتاعتي، وهبتدي ان انا عايز اقرا الملف ده. تعالوا نعمل print على طول، وهبتدي ان انا اقول له عندك الملف المتغير اللي اسمه info دوت جواه حاجه اسمها read، وعايز ان هو يقرا لي اللي موجود جوه. تعالوا نشغل وهيقول لي هاي. فانا كده هنا كتبت with دي، انا كتبت كلمة هاي، وفي الكود اللي بعده انا قرأت الملف ده. احنا لحد هنا انت كده عرفت يعني ايه ملفات، عرفت ان احنا عندنا الثلاث خطوات رئيسية اللي احنا بنفتح الملف، وبعد كده الخطوة التانية ان احنا بنقرأ او نكتب او نعدل، والخطوة التالتة ان احنا بنقفل الملف بتاعنا. وتعلمنا الطريقة الصح عن طريق with. طيب احنا عندنا اكتر من مود في الهاندلنج فايلز. اول مود وهو مود القراءة الار، وتاني مود الدبليو اللي هو الرايت، والمود التالت اللي هو الاي اختصار لكلمة append، وعندنا المود الرابع وهو الار بلس، والمود التاني الدبليو بلس، والاخير وهو الاي بلس. كل واحد من دول فيه مميزاته وفيه عيوبه، وكل واحد منهم بيعمل حاجة. على مدار المحاضرات اللي جاية ان شاء الله هنبتدي ان احنا نشرح كل واحد فيهم ونعرف ايه الفرق ما بينهم، وهيظهر لك دلوقتي على الشاشة جدول كده صغير فيه الفرق ما بين كل واحدة من دول. عايزك تقرأهم بس عشان يكون عندك خلفية عن الموضوع لحد ما نشرحهم المرات اللي جاية. احنا النهاردة كده اتعرفنا على الملفات وانواع الملفات، وازاي افتح واقرأ واكتب واقفل في ملف txt. المرة الجاية هنتعلم الفرق بين كل المودات في الهاندلنج فايلز اللي هم قدامك دول، الست مودات دول، وهنتعلم طرق قراءة الملفات باربع طرق. عندنا 4 طرق لقراءة الملفات. عايزك ان انت تطبق على كل اللي خدناه النهاردة، ازاي نفتح ملف، ازاي تكتب في ملف، ازاي تقرأ منه، وعايزك تتعود ان انت في الاول يدوي تقفل الملف، بعد كده استخدم with، واعمل لايك وسبسكرايب لو الفيديو عجبك. لحد هنا تكون محاضرتي خلصت. دمتم على خير، والسلام عليكم.